اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه. بما ان انا نزلت فيديو المره اللي فاتت وكنت بتكلم فيه عن الساحر التائب داوود محمد فرحان، الشخصيه اللي كانت ماخوذه من مسلسل المداح اللي هو الشيخ صابر، فقلت النهارده بقى اتكلم على حقيقه قصه كتاب الوعد برضو من مسلسل المداح. ولو ما اتفرجتش على الفيديو ده روح بسرعه اتفرج عليه وارجع كمل الفيديو ده. ولو حابين سلسلة الرعب تفضل مستمرة، عايزين اللايك والشير الجميل والسبسكرايب عشان نكمل السلسلة دي، وانها تتعمل بطريقة حلوة جدا، يبقى صور فيديوهات ومشاهد كده بحيث ايه ان احنا ندخلك في المود. يلا بينا. وبتقول حكاية كتاب الوعد، واضح ان المداح داخل في حرب جديدة شرسة وصعبة، يا ترى هيكون قدها ولا لا؟ ايه اصعب من ان الانسان ما يقدرش يتحكم في نفسه، ينام ويصحى من غير ما يتحكم في نفسه؟ ايه هو الجن العاشق اللي قلب حياة امينة بنت جميلة من عائلة محافظة جدا، حافظين كتاب الله، مخطوبة وهتتجوز من شاب بيحبها قريب جدا، لكن فجأة ايه اللي حصل؟ قرر يسيبها من غير اي سبب. واضح ان الموضوع فيه مشكلة. امينة بعد ما جابت العار لاهلها، ازاي حامل ومن غير جواز؟ امينة حظها الوحش جدا، رماها قدام مغارة غيرت حياتها بالكامل، معنى صح غيرت حياتها 180 درجة. الجن العاشق أصبح مميتا بيها، يعني بيحبها قوي ومش هيسيبها، كاره خطيبها ومستخسرها فيه، لحد ما الجن فضل وراها واتجوزها وبقت حامل، وجابت العار لأهلها بسبب إن إزاي تحمل من غير ما يبقى في جواز. هي اتجوزت بس من حاجة ملهاش وجود أو هما مش شايفينها. المهم بيتوسلوا للمداح عشان يعرف ازاي البنت بنوت اللي هي أمينة حامل في شهر التاني ومن غير جواز. المداح أول ما شاف الجن اتعرف عليه على طول. أنا أعرفك، أنت صابر المداح، مش هتقدر تأذيني، أنا مش ملك نفسي. عرف المداح إن السر وراء اللي حصل لأمينة في مغارة غريبة، ومن بداية دخولها شاف عالم تاني غريب، حروف كتير مكتوبة بشكل غريب، طلاسم مكتوبة في كل مكان. فضل يمشي ويمشي وفجأة كل الحروف اتجمعت على شكل شجرة. الدنيا اتغيرت، حتى السماء أصبحت أكثر ضبابة. صابر خايف ومش عارف ايه اللي حصل، وكأن العالم الجن كله دخل جسده، وبمجرد خروجه من المغارة كان الجن في انتظاره. حتى مراته اللي في شهرها السادس ولدت، وكان الجن في انتظار ابنه وبيقول ابننا جه، ابننا جه. وده كان آخر مشهد في الحلقة الأولى في مسلسل المداح. تعالوا بقى نتكلم عن الجن العاشق أو القصة الحقيقية للموضوع ده. بيقول هنا في بنت تحكي تجربتها عن موضوع الجن العاشق، فتعالوا نشوف أول قصة. بتحكي وبتقول بنت اتعرفت على شاب عن طريق الفيسبوك، التواصل الاجتماعي، ضافته على جروب الحب والغزل، وبعد تعليقات حب وهكذا مضت فترة على هذا الحال. فضل الموضوع ده مستمر على طول، إلا إذا بيوم انشغل بال الفتاة بالشاب ودخلت صفحته أكثر من مرة لغرض الاطمئنان، ولكن كل مرة كانت تتردد أن تدخل له خاص. كانت كل شوية بتخش عنده في الصفحة وكانت مترددة إن هي عايزة تكلمه على الخاص. كانت متعلقة بيه جدا سبب الأشعار والخواطر والحاجات اللي كان بيكتبها. فعلت البنت أسباب كثيرة لتجعله يحكي معها بدون ما تظهر أنها تريد تحكي معه، ولكن حدث الأمر ويجتمع بالخاص. يعني بعد ما قعدوا يتكلموا على الجروب ابتدوا إن هم يتكلموا على الخاص، يكلموا بعض برايفت يعني، وتحدثا عن حياتهم لبعض. كل واحد فيهم بدأ يحكي حياته التانية
عن أخباره ومشاكله وحواراته وعيوبه ومميزاته، وتعلقوا ببعض لفترة طويلة. ولكن البنت تخبئ سر بداخلها، وترددت أن تحكي له عن ذلك السر، ألا وهو أنها ليست بجميلة كما تخيلها هو. يعني بمعنى صح أن البنت ما كانتش حلوة زي ما الواد كان متخيلها. فلما طلب منها أن هو يشوفها، أرسلت له صور لصديقتها على أنها هي، وكانت صديقتها لا تعلم بذلك. فرد الشاب، يعني معنى صح ان هو اتعلق بصورة البنت اللي هي مش الأصلية اللي هي صاحبتها، والشاب اتعلق بالصورة اللي هي بتاعت صاحبتها. لغاية دلوقتي مفيش مشكلة. البنت كان يعشقها جني من صغرها، وكان اسمه صفر، وهي ما كانت تعلم بذلك. يعني هي ما كانتش تعرف، ولكن ظهرت عليها ملامح الحب. يعني بمعنى أصح بدأت تكلم نفسها، وبدأت تحب في حد مش موجود، وبدأت تقعد في الأوضة كتير لوحدها. إذن بمرة وهي نايمة شعرت بجسد ساخن جدا، حست بجسم ساخن نايم جنبها، وأنفاس سخنة بتيجي في وشها وفي ظهرها، وكانت بتحلم أحلام غريبة بالنسبة لها، ولكن كان هو ذلك الجني يداعب شعرها بأنفاسه وهي بغيبوبة. من واضحك إن الكلام ده كله إن الجن كان عمال يلعب في شعرها، وكان يداعبها، عمال يلعبها بأنفاسه السخنة لحد ما البنت فاقت واستعاذت بالله. إلا أن تكرر الموضوع ده أكتر من مرة، فحدثت حبيبها عما شعرت به، فقال ربما كابوس لا تنشغل. قال لها ايه يا ستي ده، طمني ده كابوس ما تشغليش بالك. المهم ان هي نسيت اللي حصل لها، والموضوع اتكرر تاني. البنت تعيش مع امها في المنزل، يعني عايشه هي وامها لوحديهم في البيت، وهي بمفردها في غرفتها على طول. الا ان جاء الجني بعد منتصف الليل، فسمعت باحد يهمس لها باذنيها. الجن جه بالليل وهي قاعده في اوضتها، حست ان في حد بيناديها جنب ودنها اني احبك. البنت اتنفضت من مكانها والاضاءة قفلت، معنى صح ان النور قطع. تسمع بقى حد يمشي ويتحرك حول سريرها، يعني هي قاعدة على السرير والدنيا ضلمة، وحاسة ان في حد بيتحرك حوالين السرير اللي هي قاعدة عليه، واقدامه تقترب ودقات قلبها تتصارع وجسمها يرتعش وعيناها تحدق حولها بكل شيء، وهي اصلا الدنيا ضلمة وهي عمالة عينيها تلف تروح يمين وشمال، والجن عمال يتمشى في الأوضة حواليها وبيقرب منها. ده غير طبعا دقات قلبها عمالة تتصارع طبعا من الخوف. ألا أن رأت شيء يخرج من أسفل سريرها، وهو بوجه وجسد لا ملامح فيهم ولا تشبيه، كان ظل أسود في أسود. البنت اتصدمت وارتعشت وعيناها تدمع بحرقة. البنت حرفيا مش عارفة تعمل ايه، شايفة كل ده عمال يحصل حواليها، وهي عمالة تدمع وعمالة تعيط ومش عارفة ايه اللي بيحصل حواليها. المهم ان الكائن ده اللي هو الظل الاسود لما ظهر في وشها قعدت تصرخ بصوت عالي، بس للاسف ما كانش فيه اي حد سامعها. بس لقت الحل ان هي ايه، تقول كلمة الله وبسم الله الرحمن الرحيم. المهم فتلاشى ذلك الضوء وما بقاش موجود. المهم صرخت بأعلى صوت، أتت أمها بسرعة، ماذا بك خضتيني. وظلت البنت تبكي بخوف شديد، حكت لمامتها وقالت لها حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. المهم ان الام الكريمة قعدت تقول لها وتطمنها، استعيذ بس بالله من الشيطان الرجيم وقوم صلي الفجر ونام. الموضوع ده فضل يتكرر كذا مرة لغاية لما قالوا الحل ان هم يجيبوا شيخ. المهم ان هم جابوا الشيخ، والشيخ الحمد لله حاول ان هو يعالج الموضوع. اي نعم في الاول كان بيعاني الشيخ من تهزيء وكده، البنت كان غصب عنها. البنت كانت بتتصرف تصرفات غريبة، كانت بتصرخ في وشه وكانت بتشتمه، تقول انت مش هتعرف تعمل حاجة، انا مش هسيبها، انا بحبها وهتجوزها، ولو انت اذيتني انا هاذيها هي كمان، ولو انا سبتها هموتها لك. المهم ان الموضوع ده فضل مستمر لغاية لما الشيخ ما سابش البنت غير لما خرج العفريت منها. ودي كانت نهاية القصة. اهم حاجة منساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟